صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا تومي هشارككم النهارده اليوم بتاعي. آه انا مش عارفه ابدا منين، بس احنا النهارده طلعنا رحله. اول مره في حياتي اطلع رحله بنيجار مع مدرستها ومدرسينها وزمايلها وامهات زمايلها، فبجد كانت تجربه فظيعه. التجربه دي خليها للاخر وتعالوا نبدا بالجلسه الاول. عملنا جلسة ديرما بن جميلة جدا. الفترة دي انا عاملة عروض على الديرما بن، فالبنات بيتبسطوا جدا جدا بالعروض اللي بعملها، خصوصا ان الديرما بن اصلا بتعالج تصبغات واثار ومسام وسكورز وبس. بجد تفتيحها جميل، نضارتها تحفة. بتبقى شاملة جلسات السكين بوستر وشاملة يعني جلسات كتير بتندرج تحت الديرما بن. ان الديرما بن هي في أداة بتتوظف في حاجات كتيرة جدا، يعني هو جهاز بنعمل بيه حاجات كتيرة قوي. وده الليب جلوس اللي انا عملته اخر مرة. هستنى رأيكم فيه وهستناكم كلكم تجربوه بجد. جهزنا بقى الماتيريال بتاعتنا، عملنا تنظيف كامل للبشرة قبل الديرما بن. ده دايما منهجي وده دايما طريقتي، ما بدخلش اي علاجات للبشرة الا على بشرة نظيفة. لازم نعمل تنظيف كامل للبشرة. النضارة اصلا اللي انا بشوفها والتفتيح اللي انا بشوفه بعد التنظيف اساسا بجد بيرضيني جدا جدا، يعني بيحسسني كده بالرضا قبل حتى ما اشتغل الديرما بن. فدي خطوة انا بحبها وبجد احساس بحب احسه جدا، ان الجلسة تكون بجد انا مبسوطة منها، مبسوطة منها اكتر من العميل كمان. بدأنا بقى نشتغل خلاص الديرما. كل بشرة بتبقى محتاجة خطوات غير التانية. دايما اسئلة بتعرض لها، هي الجلسة كام خطوة؟ الجلسة عبارة عن ايه؟ اعرف منين الجلسة عبارة عن ايه وكام خطوة؟ انا اقدر اقولك الاساسيات بتاعتها، لكن انا معرفش بشرتك محتاجة ايه وهنشتغل على ايه. الحاجات دي مش محفوظة، الحاجات دي بتتفهم. يعني اشوف بشرتك وبشوفها في الليد الصغيرة، طيب محتاجة ايه مشاكلها؟ الكلام ده كله هو اللي بيقول احنا هنشتغل على ايه. يعني مثلا هي جلسة ديرما بينا اهي، بس انا لاحظت ان البشره فيها اثار مثلا، لازم اشتغل عليها. البشره بهتانه، شويه فيتامينز محتاجاها، لازم اشتغل عليها. اول مره تعمل تنظيف مثلا، ففي حاجات كتير قوي بنراعيها اثناء الجلسه. الاساسي ان احنا بنعمل تنظيف وبن وبلاننج مثلا، ده الاساسي، ده اللي احنا ماشي، اللي اقدر اقوله لك واشرحه لك تمام، واشرح لك فوائده وكل حاجه. لكن خطوات الجلسه بالظبط اقولها لك ازاي؟ كل واحد بيحتاج خطوات غير التاني. بجد البشرة هنا اصلا الجلسة دي الجلو اللي فيها في الاخر عجبني جدا جدا جدا. الجلسة نفسها عجبتني بنسبة 200%، بجد بنسبة 200%. الليب جلوس بتاعي كمان عجبها جدا، انا مجرباه على اللبس عندها. بصوا ده الافكت بتاع الليب جلوس على شفايفها تحفة. بصوا الجلو في الاخر، نضارة جميلة، نضارة جميلة وتفتيح تحفة. ولسه الجلسة تشتغل كمان، لسه 4 ايام هنوقف الروتين ونحط كريمات معينة. بجد بجد انا مبسوطة 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 من النتيجة اقسم بالله. وهي كانت مبسوطة جدا. كل اخواتها اصلا بيتعاملوا معايا في شعرهم وبشرتهم ما شاء الله، وبياخدوا كمان منتجات من اللي انا بعملها. ده بقى صابون زهرة البنفسج اللي انا كنت عاملاه في شهر ديسمبر، وخلاص هو كده بعد يومين بالظبط يبقى جاهز ان هو يتباع. هو كده خلاص مرحلة التصبغ بتاعته اكتملت. هبتدي اغلفه بقى. بجد انا نفسي اشتري اداة التغليف اللي هي بتغلف الصابون بالستيكر، وبعد كده بنوجه عليها جهاز كده سخن يخلي البلاستيك ده يلزق في الصابون بدل ما بغلف يدوي. بس معرفش اشتريها منين اول ما اعرف اجيبها ان شاء الله. ده شكل الصابونه النهائي. بجد بجد صابونه جميله جدا كعطر وكقوام وكشكل كديزاين. فيها زهره البنفسج وفيها جليتر، فيها زيت زيتون، زيت جوز هند. بجد صابونه جميله جدا جدا جدا. اعملي لايك للفيديو عشان الصابون جميل والجلسه جميله والرحله اللي هنحضرها في الاخر دي برضو حلوه. عيني طلع عيني فيها والله. هنا بقى عملت لكم تيستات صغيره من الصابون عشان تجربوه، عشان تتاكدي من الافكت اللي انا بقوله. عامه اللي بتعامل معايا كل كلمة أنا بقولها على منتج من منتجاتي أو جلسة من جلساتي فعلا العميل بيشوفها وفعلا بيتأكد إن هي كلام صادق مش كلام إعلانات. أنا أصلا مش محتاجة إعلانات الحمد لله. يعني دي باكجات كنت عاملاها للبنات، عليها عروض. الباكجات دي يا إما عليها خصومات يا إما عليها جلسات هدية. حبيت الموضوع، يعني خصوصا ان هو بجد بيبقى يعني بتبقى هي حاسه ان هي مستفيده. وده الليب جلوس اللون الجديد اللي انا عملته. هنا شهد كنت بديها بوسه عشان
عشان انا بحبها جدا، وكانت حاضنه ازازه الكولا اللي هي بتشربها دي، بس هي كانت شاريها لي انا، حرام عشان النهارده كان عيد ميلادي يعني. الرحله بقى، اول مره في حياتي اطلع رحله مع بنتي الصغيره. هي اصلا ولا رضيت تركب الاتوبيس ومرمطتني وخلتني انا حضرت معاها الرحله كلها من الاول والاخر. واول ما كنت اهرب منها واقعد في الكافيه بره وتصوت وتصرخ وتلم الناس وعايزه ماما عايزه ماما، فادخل لها واقعد معاها. هي اصلا خلتني حضرت معاها الرحله، وانا مبسوطه ان انا حضرت معاها. بس انا كنت قايله لنفسي يعني ان انا هقعد استناها بره. انا ما تخيلتش ده، وما كنتش مهيئه نفسي لده، خصوصا ان احنا هنطلع رحله عشان اخويا خلص امتحانات، فقلت افسحه وابسطه. نفسيته اكيد مش احسن حاجه بعد الامتحانات. وانا كمان كان نفسي في افريكانو بارك جدا اروحها، فحجزتها هنروحها بكره يعني اللي هو الخميس. صعب ان انا احضر رحلتين مش للدرجه دي، مش عايزه اتفسح للدرجه دي بس حضرت معاه والله، كان وقت جميل ولطيف. باباها جالنا كمان، قعد معانا ساعه. خلال الساعه دي قال لي محدش يتصل عليا في رحلات تاني مع ان انا كنت قاعده معاها من 7 الصبح وانا عماله اعاني معاها. يعني مش عارفه، الرجاله ما عندهاش خلق يعني، على ساعه قال لي كده. ما علينا بقى، والله المكان حلو. هي كانت مبسوطه جدا بالزحليقه دي. كانت في زحليقه اسطوانه كده ما رضيتش تدخل فيها ابدا، يعني هي بتفكرني نفسي وانا صغيره. يعني انا في حديقه مبارك كنت زمان وانا يعني في الابتدائي كنت مستحيل ان انا ادخل في الزحليقه الاسطوانه دي، كنت بخاف منها جدا. وهي برضو كان عندها نفس الشعور امبارح، فكرتني بنفسي بقى وانا صغيره، ان هي ما رضيتش تلعب نفس اللعبه اللي انا ما كنتش بحب العبها. والله هو كان يوم ممتع بصراحه، واتعرفت على زمايلها يعني امهات زمايلها كمان بجد. اصلا المدرسه دي اللي انا اتخرجت منها مدرسه جميله بجد، انا بحبها جدا وغاليه على قلبي جدا. قضيت فيها وقت طويل وكبير يعني. انا من وانا قدها كنت فيها لحد الثالثه ثانوي يعني، اتخرجت منها. فبجد المدرسه دي اصلا بالنسبه لي احسن مدرسه في السويس بصراحه في نظري انا يعني، وجميله والتعليم فيها تحفه. هنا نيجار كانت بتتشاقى مع زميلها وبتتخانق معاه انا مش عارفه العيال بيتخانقوا مع بعض وبيعملوا مشاكل من غير داعي. اصلا الاسطوانه اللي هي شبطانه فيها دي مش بتتفك وهو بيصوت على صوتها. يعني سبحان الله بجد، ربنا يهديهم كلهم والله العظيم عياط بلا هدف وزن بلا هدف. انا ما اعرفش بيبقوا عايزين ايه وايه اللي في دماغهم، انا مش فاهمه اي حاجه اليوم الحمد لله خلص على خير والله، وراحت المدرسه النهارده. يعني انا بمنتج لكم الفيديو ده تاني يوم اصلا. راحت المدرسه برضو بالزن، يعني مش عارفه مش عايزه تدخل المدرسه ليه النهارده، كانت نفسها تأجز شكلها ولا ايه مش عارفه. بس حطي بقى لايك للفيديو ما تنسيش، واكتبي لنا كومنت كده حلو زيك، وهستناكي تلفي لفه في باقي الفيديوهات وتقولي لي رايك في المحتوى بتاعي في القناه بتاعتي. انا هنا بعمل كل حاجه بايديا بصورها، يعني بصنع منتجات طبيعيه، بصنع صابون طبيعي جميل جدا. الجلسات اللي انا بعملها بتبقى جميله في نظري طبعا، لان كل حاجه بجد انا بعملها بحب، مش بدافع الشغل ولا اي حاجه من الكلام ده. فكمان لما بعمل اكله جميله بصورها، لما بيكون مزاجي رايق والدنيا رايقه وفاضيه ومفيش حواليا توترات يعني. بس ما تنسيش بقى تحطي اللايك. ولو انت اول مره تتفرجي عليا، انا اسمي تومي.